ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بشويه جبس وشويه اسمنت وميه هنعمل فكره جميله جدا وتنفع جدا تكون مشروع مربح، وفعلا النتيجه هتعجبكم قوي. هنحط التلتين جبس والتلت اسمنت ابيض، وممكن نعملها بجبس بس هتبقى يعني ضعيفه شويه، ممكن تتكسر بسهوله. وهقلب كده. انا استخدمت عصايه الشيش دي في التقليب. هستنى كده لما الجبس والاسمنت يدوبوا في بعض بحيث ان ما يكونش فيه كلاكيع. وطبعا كلنا عندنا العلبة البلاستيك دي، هحط فيها نقطة زيت بالشكل ده. احنا هنا هنعمل اللي هي قوالب الكونكريت، هنعمل قطعة ديكور من الكونكريت. وانا طبعا عشان ما عنديش قوالب فاستخدمت العلبة البلاستيك دي، وهتطلع النتيجة مرضية جدا. هنا انا صبيت الخليط اللي انا عملته وبدأت اهز العلبة كده عشان يطلع اي هوا منها، ما يكونش فيها في الاخر فراغات ولا فقاقيع كده من الهوا وتبوظ لي المنظر عام. وبعد كده نقطة واحدة من الالوان دي، وممكن الوان الاكريليك عادي مفيش مشكلة خالص، وهبدأ اقلب كده بشكل عشوائي بالطريقة دي. الفكرة تنفع جدا تكون مشروع مربح، وبخامات كلها بسيطة ورخيصة جدا وموجودة في اي بيت. بعد ما بيفوت حوالي نص ساعة بينشف معايا وبطلعه بمنتهى السهولة، طبعا علشان نقطة الزيت اللي انا عملتها ما خليتهوش يلزق في العلبة. بعد كده هبدأ اعمل بشكل تاني، برضو حبة جبس وحبة اسمنت صغيرين، وهبدأ اقلبهم كده. وبعد كده هدهن القالب اللي انا هستخدمه بنقطة الزيت برضو زي ما احنا عرفنا خلاص. وبعد كده هصب فيها الخليط ده بالطريقة دي كده. تمام. القناة عليها افكار كتيرة جدا وكلها عملية ومفيدة جدا وتنفع افكار مشاريع مربحة. فياريت لو مش مشتركين نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وهنا بقى جاهز القالب التاني معايا، وده بلي من اللي بيلعبوا بيه الولاد الصغيرين عادي خالص، كان قديم عندي ومحدش بيستخدمه. حطيت نقطة الوان اكريليك وبدأت بالفرشة كده اغطي البلية بالكامل. وممكن استبدل البلي ده لو عندي اللي هي الخرز الخشب، بيتباع برضو عند بتاع الخردوات، بس انا ما كانش عندي فاستخدمت البلي ده. وما وقفتش الفكرة برضو عند حاجة معينة مش متاحة يعني. بالشكل ده كده. تمام. هستنى برضو لما الالوان تنشف، وبعد كده طلعت برضو القالب الصغير بمنتهى السهولة. بعد كده جه بقى لحظة التجميع. كل الموضوع ان انا هستخدم مسدس الشمع، وممكن طبعا استخدم اي حاجة تانية زي اللزق اللي هو الامير والحاجات دي. وهبدأ اثبت البلي اللي انا دهنته بالاسود كرجول للقاعدة بتاعتي. الفكرة سهلة خالص وبسيطة واي حد يقدر يعملها، وعلى فكرة تنفع مشروع مربح جدا. الموضوع كله ما تكلفش يعني حاجة، مبلغ زهيد جدا، وبيتباع الحاجات دي بأرقام كبيرة. وطبعا كلنا عارفين ان الجبس والاسمنت من ارخص الخامات اللي ممكن نشتريها. هنا الشكل بقى منتهي معايا. هبدأ احط بقى الحاجات دي، الجزء ده الصغير اللي انا عملته، وهحط عليه شمعة. ممكن احط شمعة الكترونية او شمعة عادية. انا كانت عندي الشمعة العادية دي فهحطها دلوقتي كده. تمام. وطبعا ده عندي بقى كوستر هحط عليه الحاجة اللي انا هشربها، وفي نفس الوقت في جزء للشمعة زي ما انتوا شايفين كده. ادي الشمعة انا ولعتها. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات. وادي الفنجان كمان حطيته عليها وليها مكان، ليه مكان،
وشكله جميل جدا. مستنية رأيكم في الكومنتات. باي باي.